السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الفطير المشلتت الجميل ده التحفة ده من غير ما نقعد نفرد فيه كتير ونعمل طبقات طبقات، هيطلع معانا مورق وتحفة وجميل. بصوا هوريكم الطبقات دلوقتي عاملة ازاي. بصوا كام طبقة عدوا كده معايا، انا مش لاحقة اعد. طبقات كتير جدا ما شاء الله، من غير ما اقعد اكور كوره ورا كوره بالطريقه اللي انا كنت بعمل بيها قبل كده. لا، انا عملت بطريقه تانية حلوه جدا وسهله قوي وما بتاخدش وقت خالص. هاعملها معاكم النهارده، هتسهل عليكم جدًا عمايل الفطير، وهتحسوا إن هو بجد مش بياخد وقت خالص، وهيطلع لونه بُصّوا من تحت دهبي وحلو أوي، والوش هاقول لكم بيطلع معانا حلو كده وجميل إزاي. اللي بيحب الوش يبقى مقرمش هيعمله هاقول لكم إزاي تخلّوه يبقى مقرمش، ويبقى من جوّه برضه طري وحلو أوي. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة جدًا وسريعة وبسيطة. يالّا بينا نسمي الله ونقول نخش على الطريقة. معانا كيلو ونص من الدقيق، حط عليهم رشة من الملح و3 معالق كبار من السكر. هنقلب كل المكونات الجافة دي كده مع بعض. يعني 3 معالق من السكر، يعني تقريبا نص كيلو عليه، كل نص كيلو دي عليه معلقة سكر. انا استخدمت كيلو ونص من الدقيق. هقلب المكونات الجافة كويس مع بعض، واحط عليهم 3 كوبايات او 4، خد معايا 4 كوبايات من المية. طبعًا كل دقيق على حسب نوعه. أنا استخدمت دقيق عادي جدًا اللي هو موجود في السوبر ماركت العادي خالص، وعجنت العجينة كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده. وهاجيبها بقى في طبق كده وادهنه زيت واحطها فيه. أهم حاجة عشان يطلع معانا الدقيق الفطير حلو جدًا، نريحه بعد كل خطوة نسيبها تريح، يعني مش لازم وقت طويل، حتى لو 5 أو 10 دقايق. يعني أنا سِبتها تريح عقبال ما لميت الدنيا كده ونضفت الرخامة تاني ورجعتها، بقت بصوا ما شاء الله جميلة معايا وبتتفرد حلو جدًا. طبعًا المَيّة اللي أنا استخدمتها في العجن مَيّة عادية جدًا اللي هي مَيّة الحنفية، تمام، ولا مَيّة باردة ولا مَيّة ساقعة. هتخلّي معانا برضه العجينة حلوة جدًا. هنفرد العجينة بالشكل المستطيل اللي أنتم شايفينه ده، وما تكونش الطبقة تقيلة ولا تخينة ولا رفيعة زي ما وريتها لكم كده. أنا هاستخدم زبدة في الوصفة دي. أنا مش عارفة الصراحة هي ينفع بالسمنة والّا لأ، بس هي يُفضّل تكون بالزبدة. هابقى أجرّبها لكم مرّة تانية بالسمنة وهاقول لكم هتنفع والّا لأ. هادهن بالزبدة كده الطبقات العجينة كلّها زي ما أنتم شايفين كده. الزبدة ما تكونش سايحة خالص ولا تكون جامدة أوي، علشان خاطر ما تسيحش جوّه العجين وما تنزّلش اللبن اللي فيها. هنلِف العجينة رول كده زي ما أنتم شايفين. الحركة دي بقى هي اللي بتخلّي العجينة بعد كده معانا مورقة. طبعًا بعد ما نلفّها بالطريقة دي هنقفلها كده برضه لبرّه، وهنسيبها برضه تريّح. أنا سِبتها تريّح حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، ما سِبتهاش تريّح كتير. برضه لميت الدنيا، غسلت إيدي ورجعت لها تاني. سِبتها تريّح في التلاجة عشان الزبدة ما تسيحش، تمام، مش برّه التلاجة، جوّه التلاجة عشان الزبدة ما تسيحش. بعد ما طلعناها بقى تاني من التلاجة هنقطعها كده على حسب الصواني بتاعتنا. أنا قطعتها 3 قطع، حجمهم حلو كبير، وقطعة تاني صغيرة على قد الصينية الصغيرة اللي هاحطها فيها، وعلى قد ما العجينة عملت معايا. وكل طبعًا واحد على حسب الصواني، ممكن نقطعها قطع صغيرة خالص اللي هي دوائر صغيرة ونعمل اللي هو فطير الأفران. هاعملها زي ما أنتم شايفين كده، هافردها مستطيل وهادهنها برضه تاني بالزبدة بس دهنة بسيطة خالص، وهالفها كده وهاقفلها والفها كورة كده وهاشيلها على جنب برضه عشان تريح. بُصّوا هاوريكم تاني الطريقة وأنا بافردها تاني عشان لو ما كنتوش خدتوا بالكم في أول مرّة. بنفردها تاني كده اللي هو الشكل المستطيل ده، وباحط عليها دهنة زبدة بسيطة، مش باحط زبدة كتير. على فكرة أنا ما استخدمتش زبدة كتير، يعني أنا يعتبر يعني استخدمت كمية معقولة. دهنة بسيطة كده بس، وهاقفّلها بقى كده من كل الجوانب، وهاعملها هالفّها كوّرة كده واسيبها على جنب عشان تريّح. طبعًا أول واحدة خالص عملناها هي اللي هنبدأ بيها ونفردها في الصينية. أمّا نيجي نفردها بلاش نرفّعها أوي وإحنا بنفردها أو نخلّيها رقيّقة أوي، علشان خاطر ما تطلعش ناشفة ويطلع جواها كده الطبقات تبقى واضحة وجميلة. واللي بيحبها مقرمشة عادي، بس هو الفطير المفروض ما يبقاش مقرمش أوي، يعني هو بيبقى بس الوش مقرمش من برّه، ومن جوّه بيبقى طري جدًا ودايب كده وجميل. بعد ما خلاص عملتهم، هاخد أول واحدة أنا بدأت بيها. لازم ندهن الصينية كويس جدًا زبدة من تحت، لإن دي اللي هتخلّي لون الفطيرة من تحت اللون الدهبي الحلو أوي اللي شفتوه معايا في أول الفيديو ده. لازم ندهنها دهن كويس كده، وهاسيبهم كل واحدة في الصينية بتاعتها تريّح حاجة بسيطة دقيقتين 3 كده، مش هاريّحها كتير، بس هي لازم ترتاح. كل خطوة بنعملها لازم نريّحها فيها، نسيبها ترتاح كده 5 دقايق على الأقل. هافردها في الصينية، هتلاقوها ما شاء الله اللهم بارك بتتفرد معانا حلو جدًا زي ما أنتم شايفين كده، ما خدتش معايا وقت خالص في الفرد. اتفردت حلو جدًا. علشان بقى ندينا الوش الأحمر الحلو أوي اللي أنتم شفتوه في أول الفيديو ده، أنا حطيت عليها معلقة من القشطة. شوية قشطة، يعني على حسب هي خدت قد إيه قشطة يعني. أنا فردتهم كلّهم في الصينية زي ما أنتم شايفين كده، وسِبتهم يريحوا وهُم مفرودين.
بجد كانوا حلوين جدًا، وكانت بتتنفخ في الفرن وبتعمل شكل تحفة، هاوريها لكم برضه وهي في الفرن داخلة عاملة إزاي. أنا بادهنها كده زي ما أنتم شايفين دلوقتي بالقشطة. القشطة بقى بتدّينا برضه إيه، يعني لون حلو كده وريحة وطعم جميل. لو ما فيش قشطة، القشطة دي على فكرة عامةً كانت القشطة بتاعة وش اللبن، لو مش موجود قشطة مش مشكلة. هاوريكم آخر واحدة خالص أنا ما حطيتش عليها قشطة، أنا حطيت في 3 حطيت عليهم قشطة، واللي هي كانت لونها دهبي فاتح دي ما كنتش حاطة عليها قشطة، وكانت برضه طالعة حلوة جدًا. شايفين جوّه الفرن بتتنفخ إزاي وحلوة أوي، ده دليل إن هي ارتاحت كويس جدًا واتعجنت كويس جدًا، وما خدتش معانا وقت خالص، وطلعت بالجمال والحلاوة دي. جربوها وما تنسوش تقولوا لي رأيكم فيها إيه، وإن شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا مع السلامة.